شفنا قبل فترة بسيطة خلال الأسبوع المنصرم توقيع اتفاقية السلام الشامل في عاصمة جنوب السودان جوبا. وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص. مفاوضات سلام كان مخطط لها انه تخلص في 6 شهور، اخذت سنة وخلصت والحمد لله، والناس تعبت وزول يمشي وزول يجي وناس يمشوا وفود يجوا، الحمد لله انه تم التوقيع. والحاجة دي احنا بجد كنا مستنينها، لانه هو الهدف الاساسي من بعد الثورة انه يحصل سلام في البلد، لانه انت بدون سلام ما حتقدر تعمل اي شيء، طالما في نزاع وفي حروب وفي ناس بتموت وفي ناس بتضارب بعض في البلد، ده هو اللي ماص دمك وماص خيرات البلد ومضيع البلد وموديها في 60 داهية. يعني قدر المادة المتوفرة أو الميزانية المتوفرة ضايعة في الحروب وفي الصرف عليها، في ديل بيكاتلوا في ديل وديل بيكاتلوا في ديل، والحمد لله وبفضل الله الحاجة دي تمت. لكن الحاجة الغريبة أو الشيء المستغرب له ردة الفعل ما كانت بالصورة المطلوبة أو بالصورة المتوقعة. برشلونة وريال مدريد اللي هم ما عندهم أي علاقة بالسودان، لو واحد فيهم فاز على الثاني احنا ما قدرنا ننوم ذاته من القلق اللي بيعملوا لنا في الفيسبوك وفي الشوارع. تقول برشلونة في مدرمان ومدريد في بحري، التخريج الناس بتطلع بالعربات وتيت تيت وشارع النيل وبتاع، فما شفنا احنا ردات فعل زي دي. يعني هي فرحة، المفروض انها فرحة، وعشان ما في يقول لي دي معاهدة سلام، واحنا قبل كده برضه شفنا معاهدات السلام الزمان الناس كان بتطلع وتبتهج وتنبسط. المرة دي انا ما اعرف هنا يا ولد، لكن ما الناس في من صف عيش لصف بنزين لصف يا اخي القوى من فاضيين لسلامه. الله يصدق معاك حق، والله ذاته الناس تلقاه من وين ولا من وين. الواحد يمرق من 5 صباحا مع صلاة الفجر ما يجي راجع الا بعد صلاة العصر عشان يجيب له كم عيشة. والله العظيم غاية الوضع بقى الحمد لله على كل حال، الله يعين الناس بس غايته.